لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة في نهائي كأس مصر. أهلا بيكم أصدقاء جاسوس الملعب وحلقة جديدة ما قبل مباراة الأهلي والزمالك. كل فرقة خلاص لمت شنطها وكله متجه على السعودية عشان يلعبوا الماتش يوم الجمعة الجاية، وعشان الحدث ده حدث مهم ولازم نبقى على قد الحدث ده، قررنا الحلقة النهاردة هتبقى فقرتين. أول اتنين معايا النهاردة ضيوفي نجم. الحمد لله على السلامة يا نجم. الله يسلمك، إيه وحشني. الأخبار؟ ايه الاخبار؟ أنت أكتر والله. كله بقالك كويس. حبة ما جيتش. كان عندي شغل بقى وحاجات، معلش. يلا ربنا معاك يا رب. يا رب. ومعانا وجه جديد، اول مره وجه اهلاوي. انا متاكد ان هو اراءه هتعجب المشاهدين ومتابعين جاسوس الملعب. يوسف. جاسوس حبيبي، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. كله انت عامل جميل. ايه؟ ازيك يا يوسف؟ ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس. كله تمام. الحمد نورنا لله. يا يوسف. بنورك. ان شاء الله تعملوا حلقه كويسه هنحاول. النهارده باذن الله. أه... نبتدي مع الزمالك، بما ان الزمالك هو اللي مغير جلده بقى جلده. يلا بينا. ومجلس الاداره. احنا اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده مع مجلس الاداره. اه آه، هتقدر تحكم على جوزيه جوميز دلوقتي؟ لا، ما اقدرش اقول هو كويس ولا وحش، بس اقدر اقول لك جدا ان الراجل عنده فكر بيحاول يطبقه. مبشر، ده اللي انا اقدر اقوله بس اقول لك ان هو هينجح او هيفشل. ما بالذات في الكره المصريه ده ما فيش حد مقياس غير لما ياخد فتره من الماتشات. عندنا يعني الدنيا صعبة، بس هو مبشر، عنده فكر، عنده حاجة عايز يطبقها، وانت بنشوفها او شفناها في الثلاث ماتشات اللي لعبها، فمبشر. آه، انا شفت حاجه في انا ما شفتش ماتش الاسماعيلي بس شفت مم. هايلايتس. شفت الشوط الاول بتاع مباراه الداخليه. كنا هو عشان عنده حاجه بيحاول يطبقها، بس ممكن لسه اللعيبه ما خدتش عليها قوي. فكره الضغط العالي او الضغط من نص ملعب بفريق الخصم. بص. انا مش عارف افسر هل ده اسلوبه ولا عشان كل الفرق اللي الزمالك لعبها من اول الراجل ده ما جه هي فرق لازم تدافع قدام الزمالك او لازم تلعب على هجمه لسه المرتده. كنت هقول لك كده، الراجل مش مقياس، لان انت الاسماعيلي وهو بيلعب في نص ملعبه، الاسماعيلي ما طلعش علينا، فالراجل بيلعب بدفاع متقدم جدا، بس هي دي طريقته. هو بيلعب 4-2-3-1، بيلعب خطوط متقاربه بس بدفاع متقدم جدا. لعب كده قدام الاسماعيلي، لعب كده قدام ابو سليم هناك، برضه فرقه يعني وحشه جدا فلا تذكر. الداخليه عشان كانت مقفله قدامنا في الشوط الاول، هو لعب كده في الشوط الثاني لما خلاص حب يعني عايز يكسب، فنزل وغير وعمل التغييرات وطلع سيف ونزل شلبي وحط عبد الله سعيد 6 وراجل كسب. بس انا هقول لك ان ماتش الداخليه ده بالذات هو كان بيحضر للاهلي تمام. بالذات، لان هو في ماتش الداخليه انت لو شفت الماتش كله هو ما لعبش بدفاع متقدم. هو حتى لما كان بيطير فتوح من على الشمال كان مثبت الزناري ورا. اوكي. فالراجل كان بيجرب اكتر من حاجه، بس خلاص لقى ان الماتش هيقرب معاه، ولقى عند الدقيقه 70 مش عارف يجيب جون ولسه متعادلين وبتاع، فخلاص قال لك لا احنا يعني نزل بقى عمر جابر ونزل مصطفى شلبي وحط عبد الله السعيد 6 عشان يمشي له اللعب ويقرا الملعب. في الاخر حط جون يعني، والجون ده اللي حطه على فكره هو اتعمل في التمرين قبل كده، وحتى نزل انتشر قوي يعني على الفيسبوك ان برضو عمر جابر هو اللي حطها، بس كان ساعتها اللي عامل اسيست كان عبد الله السعيد. اوكي. فنقول ان الراجل عنده فكره. الراجل عنده فكره. اه احنا عمرنا ما هنقدر للاسف برضو نحكم عليه. هو الراجل لعب 4 ماتشات. 4 ماتشات وعنده 4 10 ماتشات صفقات جديده، خلي بالك و10 برضه. صفقات جديده اه واربع ماتشات مش يعني لعب 3 بس. او 3. اه الرابع ما تلعبش ما النهارده. تلعبش النهارده. قصدي ان الفرق كمان مستواها مش عالي ان احنا نقدر لا نحكم برضو خالص. عليه. ما دي صح فدي طبعا نقطه طبعا. برضو. يوسف، شفت حاجه لماتشات الزمالك مع المدرب الجديد؟ شفت الداخلية؟ ايه بقى؟ ايه رايك؟ لا كويس على فكرة. المدرب كويس. يعني عنده خطط فعلا. يعني حتة الضغط العالي دي موجودة فعلا، وهي أكتر حاجة ظاهرة بعيدا عن النتيجة يعني. مم. دي أكتر حاجة ظاهرة، بس أعتقد إن مع يعني فكرة إنك تبقى فرقتك بتلعب ضغط عالي دي عايزة وقت. هو في ناس بتقول ان فكره جوزيه جوميز دي آه، يعني انا برضو مش هقدر اقول ان جوزيه جوميز مم. مدرب ضغط عالي وبتاع، لان مثلا كان عندنا اوسوريو نفس الفكره تقريبا، فاهم قصدي؟ بس في الاخر فشل. اوسوريو فشل. مم. فهل يعني ده اللي انا لا اقدر بس هقول يعني. لك على حاجه، معلش. مم. اوسوريو
مجنون يعني. هو بيلعب زي جوميز، بس جوميز عاقل شويه، هو عارف امتى بيرجع امتى، على الاقل عنده المنظومه الدفاعيه بتاعته ماشيه كويس. مم. اسوريو لا، اسوريو مجنون، اسوريو يعني كان هو فاتح الملعب جامد. بطريقه خزعبليه. يعني السيتي نفسه بجوارديولا ما بيعملش كده. اوكي. بس انا برضه اخر حاجه ان هو يوسف لو هو لعب كده قدام الاهلي احنا هناكل يعني 4 مستريح. لا وكولر ما مش كولر مش اوبشن، خد بالك. كولر متعته اللي يلعب حد الفرقه يضغط عليه. ضغط عالي. طبعا. متعته شفت بلديه عمل فيها ايه، واي فرقه ضغطت عاليه على كولر بس متعته. غصب عنه اعتقد ان هو بما انه لعب كده قدام الداخليه وقدام الاسماعيلي، لا على الاقل في 10 دقايق قدام الاهلي هيلعب كده. يعني اصل انت مش هتعرف تطلع. الكوره بتقول كده. يعني انت مش هتعرف تطلع هيبقى من انتحار. اللعيبه دي كده. هيبقى انتحار يا يوسف. لو عمل على كده الاقل هيبقى 10 انتحار. دقايق، اصل 10 دقايق دي مش هيحصل فيك حاجه. لا، مين اللي قال لك؟ يعني هيخش فيك جون ممكن تعوضه، يعني انت عندك لعيبه تقدر تعوض. ما هو لا، ما يعني عندي لعيبه تقدر تعوض، بس انا في الماتش ده بالذات يا يوسف هو ماتش. بص انا عندي اقتناع، وكنت بتكلم مع حد صاحبي اهلاوي يعني، بقول له ان الاهلي دلوقتي انت لو قفلت قدامه ولعبت ركنه الاتوبيس وطلعت هجمه مرتده منظمه، الاهلي العمق بتاعه اسوا مراحل الاهلي دلوقتي سيء. محمد عبد المنعم بيعيش اسوا مراحل حياته دلوقتي. عندك ياسر ابراهيم حتى اللي كان بيشيله هو يعني مش الحمد لله طبعا، لا ربنا يقومه بالسلامه، بس يعني بالنسبه لنا اكيد طبعا. طبعا بس هو يعني ميزه لينا ان هو مش هيلعب. عندك علي معلول، زيزو يقدر يلعب من وراه مستريح جدا. فهي الفكره كلها انت لو لعبت مقفل ورا ده تمام، انت لو طلعت قدام انت امام عاشور لونج باس واحد بس انت اتضربت خلاص. وما عندكش المدافع اللي يقدر يحميك من ورا، استحاله. ماشي، بس لا ماتش يانج افريكانز ممكن اختلف معاك في الحته دي، في حته علي معلول. انا معاك ان كتاريخ لعلي معلول وراه ظهره، يعني بنقول على طول شوارع وانه لازم حد بالظبط. يغطيه وكده. بس لا ماتش يانج افريكانز علي معلول قاطع كتير، يعني عامل كيلوهات. تاني تحول رهيب في عمل الماتش. كيلوهات كتير قوي. فكره ان هو يرجع ويحاول يجيب الكوره او لا، دي انا معاك فيها، في ان حته ان ممكن تبقى دي نقطه ضعف يعني في الاهلي، ممكن الزمالك يلعب عليها. بس انا معاك ان ممكن نقول محمد عبد المنعم مش في احسن حالاته، بس ماتش القمه بيختلف. مختلف. لا هو يعني 50-50 ومفيش حاجه اسمها مقياس، ومفيش حاجه اسمها ان انا لا الاهلي احسن فهيكسب، ده وجهه نظر يعني. فاهم قصدي. انا بس مش فاكر الماتش كمان اجواءه مختلفه المره دي جدا يعني. اجواء ما حصلتش. الخلافات اللي كانت ما بين مجالس الاداره ما هديت كانتش شويه. موجوده. فاهم. رايحين نلعب في السعوديه اول مره. بس جماهير مصريه في السعوديه. بس مش هقول لك- هتستبعد ان يبقى في استفزازات في الملعب. بس هقول لك يعني على حاجه، انا لسه كنت اقول لك يا يوسف، انت عندك امام عاشور رايح من الزمالك للاهلي، عندك عبد الله السعيد، بالظبط. عندك في ناصر حاجة. ماهر. فانت عندك عندك في ناس كتير عايز تثبت حبه نفسها. يعني، وكهربا لو لعب فانت عندك حبه يعني، ده كفايه امام عاشور يعني كفايه. فاهم. ويعني فلا الماتش ده هيبقى ماتش عصبي، ماتش هيحصل فيه نوش، مش هنقول خناقات او بتاع، بس ماتش هيبقى ماتش مش حنين، مش ماتش لا سالك. طبعا، لا انا شايف انه هيبقى فيه انا متوقع ان استفزازات. الماتش ده هيكون فيه اجواء كوره. هيبقى فيه لعب. يعني هيبقى فيه اجواء كوره. طبعا. امبارح كنت بتفرج على ماتش ريال مدريد وفالنسيا، ماتش كوره. ايوه طبعا. ماتش كوره والناس بتضرب هنا ويمين صح. وشمال وهجمات رايحه جايه. واستفزازات جماهير وماتش وكله. بالظبط. وبعد 90 دقيقه خلاص يعني بالظبط. الدنيا خلصت، وده اللي هيحصل. خصوصا كمان المرة ان دي. السعوديه مش زي الامارات، السعوديه فاتحه بره شماريخ، بفاتحه دخلات، بفاتحه اي حاجه، فالجمهور عادي يعني هيعمل هيبقى كل لا حاجه هو هو ماتش نفسه هيبقى فيها. سخن جدا الصراحه. يعني دي حقيقه. فانت ماتش هتلاقي هيبقى حلو شماريخ يعني. هتلاقي كل حاجه موجوده في الاستاد فاهم. في يوم الجمعه، مش زي الامارات بتبقى الدنيا مقفله شويه او عندهم رقابه شويه في الموضوع ده. فلا ماتش هيبقى بس دي ماتش بالنسبه لي جامد. نقطه قوه حلوه قوي لامام عاشور، يعني الماتشات اللي هي بيبقى الاستفزازيه دي. كنت برضو كنت بتكلم مع حد، امام عاشور عشان ما يلعبش عليك جامد، ما تشتموش، ما تعبروش اكنه اصلا مش ده موجود. مستحيل ما يحصلش. يعني اعتقد ان جمهور الزمالك فاهم القصه دي، مش انا لوحدي، لان كذا حد كان بينادي بيها. امام عاشور لو انت ما كلمتوش او ما استفزتوش هو بجد هيبقى لعيب عادي خالص. خلي بالك هو يا بيحب نجم. النوش، هو بيحب يتشتم، هو بيحب يبقى في كلام عليه يعني. ماتش الاهلي اللي هو بتاع الاشبال، اللي هو بعد ما ضرب وليد سليمان، ماتش اللي هو كان فيه مشكله ما شتم الاهلي ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا مش السوبر، الماتش الاشبال الناشئين انت قصدك اللي هو الصغير، الخناقه بتاعت وليد سليمان، انت قصدك على اللي بعديها ماتش لعب هو مم. الناشئين. انا امام عاشور لما ساعات ما دخل من بوابه الاهلي في الجزيره في مدينه نصر عشان بيلعبوا الماتش، العمال بيشتموه والاعضاء مش عارف بيعملوا ايه. لعب احلى ماتش في حياته، هو بيحب كده، هو عقليه بيحب كده.
فانا هو نفسي ما حدش لا يشتمه. هو بص مش هيحصل يعني مناقشات ما بينه وما بين لعيبه الزمالك مش زي كهربا اعتقد اول ما ماتش الكهربا مع لا الاهلي. هيحصل. لا مش حاسسها، ممكن هيحصل اكيد يعني هيحصل وارد. لان امام في مشاكل بينه وبين لعيبه الزمالك كتير. مش ف حاسس يعني مش شايفها اعلاميا زي وقت كهربا. يعني وقت كهربا لا، انت قبل الماتش انت العين على كهربا، صفحات الزمالك كلها العين على كهربا، حتى هو اول ما نزل هو وطارق حامد ساعتها يعني الموضوع ما كانش بص لطيف. يعني ما انا كملتش اللقطه دي دقيقه من ساعه نزول اه كهربا يعني ده كانش يعني. لمس الكوره لا اصلا، هو كهربا بس عمل فاول وساعتها اتشتم. الفكره بس بس في الجمهور، ان الجمهور ما اعتقدش ان هو هيبقى رحيم لامام عاشور، وحتى انا لو ما استفزش فهي كرة من امام عاشور اعتقد ممكن تعمل مشكله، انا يعني كرة مقتنع واحده. براي يوسف يا نجم عشان حاجه واحده، ان نوعيه الجمهور اللي بيبقى قاعد، الجمهور المصري عامه اللي بيبقى قاعد في الخليج او اللي بره مصر، مختلف عن الجمهور اللي هنا في مصر. يعني ممكن اللي انت بتقوله النقطه دي صح لو الماتش كان هنا في مصر كنا هنتكلم انه جمهور، بس الجمهور اللي بره هو رايح يتبسط. هو مستفز من امام عاشور ان هو راح الاهلي، ان الاهلاوي مستفز ان ناصر ماهر راح الزمالك كده يعني. اعتقد كده يعني. يعني فهتلاقي الجمهور هناك مختلف شويه. يعني أنا لما رحت ماتش الاهلي واتحاد جده في السعوديه، لا نوعيه الجمهور مختلفه. انا مش عارف ممكن هناك يطبق. اصل برضه خلي بالك ان جمهور في الزمالك هو رابطه الرياض، هم على تواصل دايم مع الالتراس هنا او الوايت نايتس هنا مع المحرك، فهم عارفين الكلام ده. يعني الكلام اللي انا بقوله ده هو اصلا طالع مع حد هناك من رابطه الرياض، فهو صح. مش طالع من حد هنا، فهم عارفين. وبرضه ممكن غصب عنك وانت في الماتش، انا قاعد دلوقتي بكلمك بالظبط. وبتاع، ممكن وانا في الماتش لو انا هناك تتعصب. وبتفرج هتعصب وعادي صح. ما هي اكيد ما صح. وهاجمه يعني صح. ما فيهاش مشكله خالص. صح. بس يعني اتمنى ان هو ما يفوقش علينا يعني، لان هو امام عاشور هو احسن نص ملعب في مصر، سواء انا زملكاوي هو ما بحبوش، بس لازم اعترف ان ده احسن نص ملعب بصراحه في مصر. مستبعده شويه. ما فيش حاجه طبعا بعيده، بس مستبعده قوي ان هو ما يبقاش فيهم، ما اعتقدش. يعني مش اعتقد دي فرصه تنجيمه، بما ان هو كمان في بطولتين مع الاهلي خسرهم. ف لا يعني هو في بطوله عايز يكسبها انها تبقى تاني بطوله ليه وقدام الزمالك، طب فما تفتكر عبد الله اعتقدش السعيد هيسيبها. هيعمل حاجه؟ عبد الله السعيد كل ماتشاته قدام الاهلي او اغلب ماتشاته قدام الاهلي بيحاول يعمل حاجه بيعمل حاجة. وبتبقى محدوده في وقت معين. ففكره ان هو هيبقى النجم الاوحد في الزمالك في فكره ان هو بيلعب 10 او ينزل يلعب 8 وينزل يلعب 6 وما يطلعش 90 دقيقه، مش هيديك الماتش كله قدام الاهلي، بس في دقايق معينه. يعني عبد الله السعيد بكره واحده انا اقول لك ممكن يوصلك عادي. يعني تبقى خطر، عارف، حتى عكس مجريات الماتش يعني. بس عبد الله عبد بارد الله اصلا سعيد كده من كده يعني. اللعيبه من اللعيبه اللي جت مصر اللي عندها لا دماغها عبد الله شغاله السعيد كوره. شارب شويه من الجيل القديم يعني. صح. هو عامة ده شارب. اذكى لعيب كوره شفته في حياتي. هو اسماعيلي وبعد كده راح بطولات، فراح الاهلي ولعب في الاهلي واتشتم من جمهور ارقامه في الاسماعيلي، الاهلي عاليه جدا اخد يعني. فلوس راح بيراميدز. راجل حب ينهي في نادي جماهيري ونادي وجمهور الزمالك شاريه وعايزه، راح هو اذكى لعيب كوره. لا أنا ذكي بشوفه جدا. هم حتى بالنسبة اصلا لي. بيتكلموا على فكره الاكل وكده يعني، ان عبد الله على طول مهتم بفكره جدا التغذيه والكلام ده كله. لا عبد الله لو خد ان هو يبقى جوكر، مش مضطر ان هو يبقى في مركز معين على مدار واخد الماتش، الحريه اللي كان هيبقى واخد بياخدها الحريه ايام الاهلي طبعا. اصلا. لا طبعا هيبقى خطر جدا. أيوة هو خطر. كمان ذكي جدا ان هو بيعرف امتى يوقف نفسه، وعشان يعرف هو بيعرف رتمه ان هو يدي 90 دقيقه. هو ما حافظ أكيد. جسمه، هو عارف لعيب جسمه ذكي. كويس. في ناس ما لعيب بتعرفش ذكي تعمل جدا. كده. في ناس تنزل اول نص. شيكابالا مثلا ممكن يديك 60 دقيقه يبقى نار فيهم، بس خلاص ما يقدرش يكمل 90 دقيقه لان هو فاهم. مش عارف يحرك بدنيا ما الحته دي. يقدرش بدنيا ما غلط. يقدرش. بس لا، بس انا في مشكله عندي مع فكره عبد الله حاليا، في ان هو عبد الله ميزته في انه لازم يبقى تحتيه اتنين. لو هو هيبقى واحد من الاتنين اللي تحت، مش مش هيبقى على طول هو يعني بص يعني مش هيبقى شغال على طول. هيبقى كويس وكل حاجه ان هو بيبقى مستلم من المدافعين والكلام ده كله، بس يعني مش هيديك على كلامك طول. صح. بس لما حصلت في ماتش الاسماعيلي، هو الاسماعيلي كان عامل زحمه. احنا 3 ماتشات اللي لعبناهم كان في زحمه ورا عندهم قوي. احنا كنا بنهاجم فتحس الملعب نص ملعبك زحمه، مش مستحمل الوجود ده كله. عبد الله بن ناصر بشيكابالا. فانت ممكن يكون كلامك صح. لو انت مثلا بتلعب الاهلي فالاهلي هيهاجم عليك. ماتش الاسماعيلي كان كده. الاسماعيلي كان زحمه ماتش الاسماعيلي كان عبد الله وشحاته دونجا وشحاته وكان وراه عبد الله هنا قدام. هنا دي ممكن تبقى كويسه دي يعني. دي هنا دي في الاهلي ممكن تتعمل تبقى كويسه لان هم في 2 ورا هيامنوه، وعبد الله والاهلي بيهاجم كده. الاهلي مش هيقف ورا مستنيك، هاجمك في عبد الله ممكن يوزع ساعتها الملعب براحته ويبقى ماشي. بس تمام. ماتش الاسماعيلي لا، بس ماتش الاسماعيلي يعني انت مختلف. ماتش الداخليه كان فيه يعني انا كنت شفته مش كله يعني.
بس كان الزمالك بيحاول يرجع الكرة بسرعه قدام الاسماعيلي عشان كان في لعيب في نص الملعب حريف، الزمالك كانش عارف يرجع الكرة بسرعه، فدي ليه؟ هنا لا ساعتها حرام مشكله. عليك، ليه؟ ده الاسماعيلي لا ده كنت بترجعها مش في اه كل الكور هترجعها بسرعه، بس ده وقيس كواليتي، بقى بس ده سكيل ان كواليتي لعيبه الاهلي في نص الملعب عامله ازاي. بس ده كواليتي عشان عندك في الاسماعيلي يعني في نادر المهاجم بتاعهم ده، وعبد الله امم جمعه، وعبد الله اسمه ايه، لا مش عارف صراحه. اسمه ايه اللي هو بتاع المنتخب الاولمبي، اسمه ايه؟ مش عبد الله، اسمه ايه؟ عبد الرحمن عبد مجدي. الرحمن، عبد عبد الرحمن الرحمن مجدي. مجدي الاثنين دول لعيبه كوره. فاهم. ف فبالنسبه لك هم عملوا لك ازعاج ورا شويه، وهتلاقي كده عند الاهلي كتير يعني. يعني الاهلي قول انت عنده بتتكلم في كله. التلت الاخراني في الاسماعيلي، انما بكلمك في نص في الملعب. نص الملعب بالظبط. في الاهلي انت السكيل كان عالي كان قوي هدف في ان عالي الكرة قوي. الاسماعيلي في تطلع. الماتش، كان في هدف ان الاسماعيلي في الماتش ان مم. المنطقه دي ما يوصلهاش كوره. بالظبط منطقه عبد الله بدونجا ما بشحاته هي دي دي اخطر حته ما يعتبر. توصلهاش كوره خالص. آه الاهلي لعب بعد افريقيا، لعب مم. كام ماتش دلوقتي؟ لعب 4 ماتشات تقريبا. يانج افريكانز صح، يانج افريكانز وميدياما وشباب بلوزداد وشباب والبلديه، بلوزداد. صح قول كده؟ شباب بلوزداد بره الحسبه يعني. الماتشات تحس الاهلي كان هادي فيها، رتمه هادي، ما كانش. انا دي طلعت حقيقة. قلت تحليل لماتش الاهلي ويانج افريقيا، الاهلي مش مستعجل على حاجه. صح. بيمشي رجل اللعيبه بس مش مم. اكتر. انما مش ده الاهلي اللي هو ما كان ما قبل بطوله البطوله افريقيا. الريتم يعني. مش ده. مم. ليه تفسير عندك ولا ده عادي بتحصل؟ لا انت عارف اللعيب المصري يعني انت ما ينفعش مم. تدوس عليه مره واحده بعد توقف يعني. مم. لو دوست عليه انتهى، يعني مش هيديك خالص غير مثلا اخره شهر. ايوه بالظبط. يعني لو ضغطته مره واحده رتم عالي 90 دقيقه ضغط عالي، يلا قول 70 دقيقه بلاش 90 دقيقه. اصابات بقى لا خلاص وبتاع. انت سلام يعني، حتى لو عندك سكواد يعوض لك اي غياب يعني. لو دخلت عليه الدخله دي لا هيهنج. هيعنج منه. يعني مم. مش بقول ان اللعيبه قليله يعني، انت في الاول في الاخر انت بتلعب في الدوري المصري يعني، صح. انت مصري قدامك لعيب مصري. بس لا انت لو دخلت عليه دخله جامده كده لا مش هيديك بعدين. انا شايف ان كولر اتعامل صح في ماتش شباب بلوزداد، ان هو كان راضي جدا اصلا فكره ان هو طلع تعادل. حتى لو كان الدنيا هتتعقد هو ضامن ان عنده ماتش في مصر انا هقدر العب بيه بالطريقه اللي انا عاوزها. هو كان هدف ان انا مش عايز افقد الصداره. تمام. بس دي ده دي اهم دي حاجه. اتحققت في اه ماتش يانج افريكانز يعني، بالظبط. دي باينها لك في الشوط الثاني اللي هو مم. لا انا كده انا مش عايز اخسر مش عايز ان انا اخسر. ابقى الثاني دي. صح. دي باينها لك في الشوط الثاني في ماتش يانج افريكانز. بس انا بكلمك في ماتش شباب بلوزداد ان انت لسه راجع مش لاعب ماتشات وديه اصلا. لا انا لو طلعت بتعادل انا راضي جدا، هحاول ما اخسرش، وهو ده اللي كان بيحصل. انت في صح. اغلب الماتش انت لا انت كاشش شويه دي حقيقة. يعني، انت راجع انت بتسيب لهم الكوره ومتاكد وعارف ان هم بالكوره مش خطر قوي ان انت تبقى بتحاول تجري وراهم يعني. لا انت سايبهم يلعبوا وانت مستنيهم ورا، وفعلا ما كانوش يعني هي ممكن كوره او اتنين يعني. عودة احمد نبيل كوكا كانت مهمه في ماتش يانج افريكان، صح؟ طبعا ده بالنسبه لي انا بعجب باللعيب ده بصراحه. لا ده هيلعب بالنسبه ماتش لي الزمالك. هو لو ما لعبش ماتش الزمالك تبقى غلطه كبيره قوي، ان هو مش لعيب الاحتياطي اللي هينزل هيديك حتى لو كسبان او خسران مش هيبان يعني. لو صح. انت نزلته الشوط الثاني الدقيقه 70 لو انت خسران مش هيديك اللي انت محتاجه يعني منه. هو ولا السولية؟ لماتش الزمالك آه. لا كوكا. انا بالنسبه لي ثلاثي كوكا مروان عطيه امام عاشور قدام الزمالك. لو المدرب بتاع الزمالك فكر ان هو يلعب ضغط عالي حتى لو 10 دقايق الثلاثه دول كفيلين بالماتش طب كله. احنا معانا عايز وقت اقول لك يقول التشكيل المتوقع انا للاهلي. لسه هاجي في السؤال تمام. بعد، بس انا عايز اقول لك يا نجم على معلومه بمناسبه كلام يوسف كوكا. على كوكا. وانا في ماتش الاهلي والاتحاد وهفضل اقولها، مم. فكره ان انا لعيب صغير اول مره العب اساسي قدام كانتي وفابينيو اتحاد جدة واخش اضغط عليهم واخد منهم الكوره من نجوم الماتش. دي. لا كانت هو حاجة شخصية، لا كبيرة هو بصراحة. لعيب شخصية يعني، وانا زعلت عليه لما اتصاب في المنتخب ان هو كان هياخد في المنتخب. كان هياخد. حتى لو ما كانش آه. هيلعب كانت تبقى بالنسبه له يعني في طبعاً. تفاهم قصدي. دي حقيقة. جوزيه جوميز قدر يوصل للتشكيل آه التشكيل المثالي بتاعه ولا لسه؟ بنسبة يعني 70%. مم. تقريبا حراس المرمى ممكن يبقى نقول عواد، يعني هو بيحب. انا شايف ان صبحي اللي لعب اكتر، لا ما لعبش اكتر هو. لعب ماتشين. النهارده عواد كان هيلعب بس الماتش اتلغى، هو بيلعب واحد أوكي. بس اعتقد ان عواد هو اللي هيلعب. كده كده هو مثبت الاثنين اللي ورا، المسلوسي وحسام عبد المجيد. هيلعب عمر جابر يمين، فتوح شمال. هيلعب قدام دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، هيلعب بثلاثة. وزيزو وشلبي وناصر منسي. وناصر منسي. اه يعني قدر يوصل تقريبا يعني بنسبة 70%. انت قلت لي مين في النص؟ معلش الثلاثه اللي في النص مين؟ ناصر. دونجا عبد الله. وناصر ماهر وعبد الله السعيد. دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد.
يوسف، شفت تقدر تقيم مستوى وسام ابو علي؟ لا بوتنشال يعني. بوتنشال بان عالي بان قوي امكانيات، بس في يعني. مش خبر في خبر ان هو اتعرض النهارده لشد شد في يعني الخلفيه. بص، فكره ان هو انا شايف اصلا فكره ان مودست دلوقتي، مش هقول لك يعني لعيب جامد يعني، بس لا عادي ممكن يجيب لك جون. هو وسامسون طلعوا مع بعض، سامسون بيقدم برضو مستوى الى حد ما عادي في اخر ماتش، يعني هما مش الاثنين يعني. مركز له قوي يعني، هما انا عشان شايف ان ممكن الاثنين مودست عشان محتاج العرضيه الصح ويفضل جوه ال 18. والله ممكن تاخد منه جات له في يانج افريكانز برضو اه مرتين، بس ما استفادش بيهم قوي يعني، اللي هو الهيد بيتحط في نص الجول. بس هو لعيب ممكن يجيب لك جون في الماتش صح. يعني، مهاجم ممكن طب يجيب لك جون في يوسف، الماتش. ممكن سؤال؟ اه اكيد. آه انت رايك. واخد دور الجاسوس. انا اسف معلش، بس انت واخد دور الجاسوس. انا عارف ان انت ممكن ما تسالوش، بس انا نفسي لا لا هموت لا واساله. طبعا، احنا آه فاتحين ديسكشن كده اه عشان ايوه الماتش. او ممكن حتى يعني انت يعني لا احنا عايزين تشارك. ناخد اكبر رأي عشان آه الناس تبقى رايك ايه في مبسوطة. تصريح كولر مم. عن كهربا اما يطلع في الاعلام يقول ان ده، انا قلت له ان انت تبقى المهاجم الثالث بالنسبه لي؟ مم. هل ده تصريح شايفه يعني في محله مناسب، ولا تصريح ما كانش موفق فيه كولر؟ كنت واقدر اقول لك انه مش مناسب من شهرين اشمعنى؟ يعني، عشان ما كانش فيه غيره، عشان مودست كان واقع، ما فيش مهاجم غير كهربا. انما هو دلوقتي جاب المهاجم اللي هو اللي طالبه يعني. مودست كان طالبه، عارف اللي هو حاجه انقذون يعني، انقذوني بيه، هتقولي مهاجم بسرعة. هاتولي مهاجم انقذوني بيه. انا اللي بس مختاره، بس انقذوني انت بيه. لو مدير فني للاهلي هتلاعب موديست ولا هتلاعب كهربا؟ هلاعب وسام. لا، انت هو دلوقتي، هو بقولك هو دلوقتي كهربا بقى الثالث بالنسبه له، تمام فهتلاعب يعني خلاص وسام موجود، احنا بنتكلم دلوقتي الثاني موديست ولا كهربا؟ ماشي. انا دلوقتي وحتى انا اسف تمام. لا اخر لا لا حاجه، براحتك. لو هو بيقول، لو هو حتى عنده كده ما يطلعش يقول في الاعلام حاجه زي دي، فاهم قصدك صح ولا يعني. انا غلطان؟ بص، في يعني في مدارس مدربين، اصل مدارس. انا واحد بحب قوي يعني، ممكن الجاسوس عارف يعني، جوزيه مورينيو. مم. انا بكرهه. مدرسته، انا بعشقه. هو على فكرة انا هيطلع بحبه جدا. اه هو بيحبه جدا. بحبه جدا جوزيه هيطلع مورينيو. هينفخك قدام الاعلام، مم. وعلى حسب عقليتك انت هتعرف تستجيب ليها ولا لا. مم. يعني انا هطلع هاجمك قدام الاعلام، مع ان ممكن اكون هاجمتك اصلا مرتين ثلاثه وانت ما بتعرفش، بس في اوضه اللبس او في التمرين وانا وانت ما نعرفش. بالظبط. فما جابش معاك امل شويه اطلع هاجمك في الاعلام، واشوف عقليتك هتبقى ايه اللي حصل لكل ده. غير محدش واضح عارف. يعني، غير واضح، بس يعني هنقول احنا على نياتنا، هنقول تأثير يعني منه في ايه، في مثلا التمرين. مثلا الفرح مثلا، هل ليه علاقه ان هو بالفرح ما سافرش؟ هو صح الموضوع يعني. دفع الغرامة. ما اعتقدش او يعني. دفع هو الغرامه فخلاص يعني الدنيا هديت. انا قصدي يعني ما موضوع بقاش دفع الغرامة ده واضح متشعلل ان يعني. هو موضوع دفع الغرامة ده واضح ان هو كان كان مأثر مرتب عليه. له من قبلها. مم. فواضح ان هو ما كانش مركز، او ان هو لا، خد فترتك بقى وخلص امورك، مم. فرح اختك بالكلام ده، وبعد كده نتكلم نشوف ممكن. بقى. وهو قال كده في التصريح بعد ماتش يانج افريكان، قال ان لا، كهربا اتمرن معايا اخر تمرينات كان كويس جدا. انا بس ما بيعجبنيش فكره ان انا خلاص هركز في ان في مشكله ولازم امسك فيها يعني. انا كواحد بشجع الاهلي يعني، طبعا الاعلام ليه طريقته يعني، بس ان ده خلاص اكل عيشه، عشان اكل عيش يعني الاعلام. مش معترض يعني. بس ان انا اطلع اتكلم عن اللعيب، فخلاص انا هيبقى كل سؤالي للمدرب ده يعني. انا عندي ماتش اللي جاي لا الزمالك وماسك بس هو له ده غريب، لان انت كهربا كان عندك، هو كان اساسي، فجاه بقى احتياطي، فجاه بقى يطلع اصلا بره السكور بالسكواد. مم. خالص. دي غريبة. فغريبه دي جدا، غريبة طبعا زي ان برضو هو كولر رجل ما كده. يعني. بص انا معاك في فكره كولر ان هو سلم احمد عبد القادر للجمهور، مم. والجمهور اللي قعده، مش كولر اللي قعده. الراجل اداله فرصه مره واثنين وثلاثه، بس عملها بطريقه شيك، عملها فاهم. بالشياكه. انما هو بكهربا يعني انا مش عارف ده صح ولا غلط يعني، مش عارف. مش لا، عارف بس مش انا صح وغلط، هي فكرة ان انت لعيب، انت وصلته لمستوى لدرجة ان هو راح مهاجم في افريقيا مع بالظبط، المنتخب. حتى لو هو مهاجم كان بالظبط. تاني او مستبعد تالت للموضوع يعني. اصلا، بالظبط. فجأة بقى موجود. هي دي غريبة طبعا، ولكن وجهة نظري يعني انا شايف ان كولر بقى الامر الناهي في موضوع كرة القدم في النادي الاهلي. ماشي. هو يقدر دلوقتي يقول انا هقعد ده وهلعب ده وهمشي ده وهعمل ده. هو خد كل صح. الصلاحيات. صح، انا مش مختلف معاك، بس انا شايف ان واحد زي كهربا ده اللي بيشعلله، انت لازم تستفزه. ان كهربا لما تبقى البيئه حواليه صالحه كده وهاديه وسليمه، لا بينام، مم. بيخش ينام. لازم يبقى الموضوع مشعل، لازم يبقى في نفسية. حاجه مشعلله. نفسية صح. انت كهربا لو ممكن مثلا لو نزل ماتش الزمالك وجاب جون، لو هو لعب يعني، ممكن لو جاب جون ممكن يعمل هوش الكولر يعني، وارد، انت فاهم. آه. هو لازم تستفزه، هو أيوة. دي طريقته. صح. اللي كان مش عليه له بدايته مع كولر طبعا ان هو فكره كان طلع الإيقاف اعاره وكده. وفشل،
والكلام ده كله، او بلاش كلمه فشل، يعني ما ظهرش باللي هو محتاجه. واول ما إعارة فين؟ رجع على ايه، اعاره فين؟ يعني لما طلع الفتره بتاعت التوقف مع ان هو طلع بره. طلع راح، لا هو مشي من الاهلي راح تركيا في فتره. ايوه ده الفتره مشي اللي هي من قبل الأهلي؟ افريقيا. ايوه اه ده بجد انا ما اعرفش الموضوع. أيوة، أنا لا لا كنت مش ناسي الموضوع ده. لا واول ما رجع شهر واحد السنه اللي فاتت، وابتدى ماتش الهلال، يعني كان اول ماتش ليه صح كده، الهلال لا السعودي. ابتدى ماتش سموحه في الكاس. ممكن يعني، بس كان انا قصدي هو خلص اعاره تركيا، خد الوقف الست شهور، رجع في شهر 2 لعب يا جماعه مش هو كان في لعب تركيا؟ ماتش. يا جماعه مش هو كان في تركيا ده قبل ما يروح الاهلي اصلا؟ لا 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 لما هرب من الزمالك. لا هو كان في البرتغال. لا مش لعب مع الاهلي فتره 2020 عادي، والبطولات بتاعت افريقيا لعب يعني 2020 لعب 21 البطوله مش التاسعه، مع العشره ما لعبهاش، اه وكان ساعتها لا ما لعبش التسعه. لا لعب تاسعه. لعب التسعه دي التسعة. بتاعتنا احنا، ما تسعة. أيوة، لعبهاش. لا، طب ما هو كهربا لعب، ما هو نزل في ماتش بديل في النهائي. الاخر. اوكي. نزل لا، بديل في كان اخر 5 موجود. دقايق. فكهربا لازم الاجواء تبقى فيها حاجه غلط، يعني هو ممكن يكون كولر، انا كل ده توقعات، ممكن خد يكون ده بالك كل ده هو مش ممكن شرط هو يبقى فاهمه، فهو عارف هيديله التصريح اللي عامل ازاي عشان يقدر يسخنه يطلع تاني. منه ان عمر، ممكن. يعني خلينا صراحه وخلينا مقتنعين ان هو اكيد مش رقم 3 على مودست، ده اللي انا فاهمه من سؤالك، يعني ان اه هو بالظبط، اكيد ما ده اللي انا بتكلم مش فيه. رقم 3 على مودست. بس انا فكرتي كلاعب بقى كفنيات، اللي وسام هيديهولك كهربا هيديهولك، فانا البديل انا عاوزه يبقى بفكر تاني، يعني فاهم يعني انت انا كمل. وسام بيستلم، يعني بيقدر ينزل يستلم، بيقدر ينط، بيقدر يرخم على المدافعين، دي كهربا بيقدر يعملها لك بس بشكل مختلف. انما انت محتاج مهاجم بقى ينزل، اللي هو فكرته عن الكوره ان انت تشوت او تحط هيد، فهيبقى مودست. موديست. فاهم؟ فممكن فكره ان هو شايف وسام وان هو اللي جايب وسام، فحاطط ان وسام وكهربا ممكن واحد بنفس الاسلوب هما واحد، فسكيل كمهارات، سكيل كبوتنشال بالنسبه له وسام ممكن يعني واحد. يعني كل ده كلامك توقع يعني. كلامك طبعا لوجيك. كمان عندي توقع تاني، ان لو وسام فعلا صحت الاخبار ان هو تعرض النهارده لشد في المران، اعتقد ان احنا ممكن نلاقي كهربا أساسي؟ في المباراه. ما طبعا وارد. لازم، ما عندوش غيره. ليه ممكن يلعب؟ هيلعب موديست 90 دقيقه؟ ما يقدرش. مش هيلعبوا 90، على هو قصده الاقل ان هو 60 يبتدي دقيقة. ك 11 يعني قصدك يبتدي هيلعبوا ك 60 دقيقه. فكره ان مودست ممكن يبتدي الماتش دي انا ما استبعدهاش، عشان هو فعلا ممكن يحقق لك حاجه في الخطه عادي جدا. انا هاخد بالنسبة منك اخر لكولر. حاجه، احنا خدنا من نجم التشكيل المتوقع بتاع الزمالك، عايز منك التشكيل المتوقع بتاع الاهلي سريعا. ماشي، شوبير هاني، رامي ربيعه، رامي ربيعه، عبد المنعم علي، مروان كوكا امام. تمام الثلاثه اللي قدام بقى هم القصه، لسه بنتكلم على المهاجم، لو وسام جاهز اكيد وسام، تمام. يمين بيرسي، شمال شحات. التوقع السريع، توقع مش التمني. التوقع ممكن 3-2. 3-2 للاهلي طبعا. صح. وانت 0-0 الزمالك يكسب ضربات جزاء. 0-0 ضربات جزاء. اه. التوقعات دي بتسجلها، كله هيتذاع. ماشي. كله هيتذاع ان شاء الله. ومفيش جوايز. جاهز للاطفال. شرفتوني ونورتوني. شكرا، انا اتشرفت بيك واتشرفت بيك يا حبيبي يا يوسف. نجم، وانا كمان والله. حبيبي كانت ان شاء الله الفيديوهات دي هتعمل شغل والناس هتتبسط بيها. ان ان شاء الله. هستقبل الضيفين التانيين دلوقتي. هناخد فاصل بس ونرجع تاني.